بتعمل ايه يا فارس على الصبح؟ اعمل لك اكله من ايام ست جد ست 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 ست. الاكله دي بقى عباره عن ايه؟ شوفي الخطوات واعرفي. اول حاجه يا ماما لازم المكرونه تكون ملويه على شكل حرف السي. طب ولو المكرونه مش على حرف السي، مرمريه ولا مقصوصه مثلا، هتنفع الاكله؟ ما تنفعش، هي دي اصول الاكله. ميه على النار تغلي وننزل بشويه ملح وننزل بيها بالمكرونه. تاني حاجه ده عصير طماطم ضربته وصفيته كويس وهحطه على النار. الحله فاضيه ما فيهاش اي حاجه، وادي المكرونه اتسلقت ونفلفلها بشويه زيت. حلو قوي كده تمام. شايفين الصلصه وصلت ليه؟ هي دي بالظبط النتيجه. شويه زيت بقى ونحمر فيهم الشعريه. اكتشف انا اعمل ايه؟ يقول لي دلوقتي قبل ما اكمل الفيديو. بس حلو قوي كده. حط بقى ملح ومكعب مرق الدجاج. بعد ما الشعريه يا ماما استوت هنصفيها بقى فوق القوطه المتسبكه. الصلصه حسيتها تقيله شويه، هنزودها بقى ميه. ما تستغربوش، هي الوصفه كده. وشويه كمون، هما دول اساس الوصفه. طبعا مش هنحط ملح عشان كان موجود في ميه الشعريه. سيبها بقى كده ربع ساعه تاخد وتدي مع بعضها. ريحتها جامده. جامده ايه يا ماما؟ دي حلوه وجامده كل حاجه. ادوقها.